مزيكا. خلي بالك ده فن كويس. بص يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا الوش المكرمش المحروق اللي زي القمر دوت. طبعا مش رز بلبن فرن ولا مهلبيه فرن، رز بلبن لكن على الطريقه التركي. مقادير مختلفه تماما وريسبي مختلف تماما، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا، وهتلاقوا كمان طعم مختلف عن اي رز بلبن جربتوه لاول مره على السوشيال ميديا. الرز بلبن التركي. ايه رايك يا شيف حمدي نقول للمشاهدين طريقه الرز بلبن على الطريقه التركي بكل تفاصيلها؟ يلا بينا نعرف الناس كل التفاصيل وكل الريسبي وكل حاجه، وكانك بتاكله من قلب تركيا. وكانك بتاكله من قلب تركيا. يلا يا شيف حمدي كده بسم الله، ونقول المقادير مع بعض كده واحده واحده عشان يعملوا الرز بلبن التركي العالمي. تمام. يلا. بص يا شيف دوت نص كيلو من اللبن. تمام. عندك 50 جرام من الكريمه. حلو. تمام. 80 جرام رز، يعني اقل من نص كوبايه سكر. سوري اسف. سكر خشن. سكر خشن. عندنا 50 جرام من الرز العادي خالص. رز مصري. ده الرز اللي احنا هنسلقه عادي بقى، هيتسلق في ميه بس. تمام. ده اللي احنا هنوريه لكم في الفيديو. تمام. هو بيتسلق. تمام. رز بيتسلق في ميه بس خلاص، رز عادي خالص. تمام. حتى في ميه لغايه ما يتسلق ويدوب خالص. يتسلق بعد كده بنصفي منه الميه زي ما هوريه لكم في الفيديو. تمام. ده رز منقوع. ده بقى هنا 4-5 ساعات التركه. ده رز بننقعه في الميه. تمام. شايفين يا جماعه؟ تمام. ده الرز اللي هو بننقعه في الميه من ساعتين ل3 ساعات 4 ساعات، مفيش مشكله. حلو. عشان ده احنا بنحطه في الخلاط. هوريكم برضك دلوقتي الطريقه بتاعته عامله ازاي. تمام. رز مختلف خالص تماما عن اللي احنا بناكله، وعن حاجه جديده وهتعجبكم جدا ان شاء الله. طيب يعني احنا عندنا نوعين من الرز، رز هيتحط على النار يتسلق لغايه ما يتهري خالص. تمام. ورز يكون منقوع 4 ساعات على اساس ان هو يتضرب في الخلاط بعد كده. تمام. وعندنا الحليب نص كيلو. نص كيلو وعندنا حليب. 50 جرام من الكريمه و50 جرام من السكر الخشن. 70 جرام سكر خشن. مقادير بسيطه جدا جدا. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه، واول خطوه هنعملها مع بعض ايه. يلا بينا. بصوا يا جماعه، اهو الرز عندك اهوت، بتسيبه يغلي شويتين. بيفضل على النار لحد ما يوصل للمرحله دي. تمام. يبقى يدوب خالص يا شيف كريم. ايوه. تمام. تبقى الحبايه عامله زي القشطه كده دايبه خالص خالص. خالص خالص. ده رز بلبن بالطريقه التركيه، حاجه مميزه جدا جدا جدا، وصعب انك هتلاقي حد يعمله بالطريقه ديت. اول مره في مصر يتعمل بالطريقه دي، حاجه مختلفه تماما يا شيف كريم. تمام. هتشوف الطريقه وهتشوف الاختلاف. اهم حاجه الطعم. لا الطعم حاجه، انا هقول لك هتشوف حاجه ثانيه خالص. تحس انت مش بتاكل رز بلبن في مصر. لو رحت تركيا هتعرف وهتقول لي. يلا بينا نشوف الباقي. اتفضل. تعالى. نجيب عندنا مصفى او بسيمه او حله تحتها كده، ونبتدي نصفي الرز خالص في الميه. تمام. مش عايزين فيه ميه خالص. لا خالص خالص خالص. حلو قوي. تمام كده. دي اول مرحله بنبدا بيها عشان نعمل الرز بلبن التركي. تمام. يعني كميه الميه اللي هتتحط في السليق مش هتفرق، كل ده هيتصفى في لا 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 براحتك خالص، مفيش مشكله منها. كده كده بنصفي الميه منه خالص، عايزين الرز بس. تمام. اول حاجه هتعمل ايه يا شيف؟ هنبدا نطحن بقى الرز. تمام كده. ناخد الرز يا جماعه اللي اتنقع 4 ساعات، نصفيه من الميه كويس، وبعد كده نحطه في الخلاط يتضرب لحد ما يبقى باودر خلاص. بننعمه خالص. تمام. بس احنا يا جماعه هنضربه في الخلاط واوريكم بعد كده هنعمل ايه. ده القوام بتاعه في الاخر بعد ما بيتضرب بيبقى عامل زي الكريمه كده. بص يا شيف كريم، احنا هنا حاطين اللبن زي ما قلنا. 500 جرام من اللبن، وعليهم 50 جرام من الكريمه، عليهم 70 جرام من السكر. طبعا بنرفعهم على النار وندوب السكر لحد ما يدوب خالص، لغايه ما يدوب، يبدا يخش في مرحله الغليان، ونخش على المرحله الثانيه اللي هي بتاعت ايه؟ الرز اللي احنا طحناه. تمام. مرحله كده. طريقه سهله قوي، وان شاء الله انا حاسس ان هو هيطلع طعمه حلو. انت ايه رايك؟ لا شوف انا مش هقول لك غير اما تتفاجئ. ماشي خلينا نشوف. يلا بينا. نفضل نضرب فيه كده يا شيف حمدي لحد ما القوام يتقل كده زي ما انتم شايفين. تمام. خلاص بص بقى كده اهو. تمام. بظهر المعلقه بقى او المضرب اللي هم بيقلبوا بيه، اول ما يبصم كده يبقى الدنيا تمام. احنا كده جاهزين بقى ننزل بايه؟ بالرز بتاعنا المسلوق. الرز المسلوق. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام. تمام. نبدا بقى نقلب برضه نفس الكلام. احلى رز بلبن ده ولا ايه؟ الاصل عندنا احسن من الصوره. احنا عايزين اهم حاجه، حاجه تعجب الناس،
ويعملوا حاجه كويسه، ده اهم شيء عندنا. اهم حاجه المصداقيه. بس اهم حاجه الناس اكيد اللي هيجرب المقادير وهيجرب الناس يعرف ان انت قايل الحاجه من ميرد الله يعني. بس اهم حاجه الناس تاكل حاجه كويسه وتعمل حاجه نظيفه في البيت، وحاجه تكون الاطفال ياكلوها والكبار ياكلوها كله ياكلها وينبهر وينبسط، وتبقى حاجه نظيفه وامان. صح. تسلم ايدك يا شيخ محمد. نص كيلو لبن موجود في اي بيت. صح. نجهز بقى صينيه ونجهز هنبدا بقى نجهز البولات. هنرص البولات مثلا بولات، وهنوريهم برضك يا شيف كريم بطريقه التسويه بتاعته. هو بيستوي على حمام بخار. هنبدا برضك اوريهم طريقه التسويه بتاعته. ما بيستويش طبعا كده، هوريهم بنصبه ازاي ونسويه على حمام بخار ازاي مع بعض، مرحله مرحله، عشان يعملوا الحاجه مظبوط، الحاجه تطلع بامر الله زي ما هم شايفينها قدامهم، تطلع معاهم في البيت واحسن كمان. حلو قوي. تسلم ايدك يا شيخ محمد. الاصلي احلى من الصوره. صينيه كده يا جماعه، وبول زي ما انتم شايفين. اهم حاجه البول تكون بتخش الفرن، ممكن طواجن فخار، ممكن الكلام ده عادي. طبعا تصلوا الصينيه، بس ما عنديش مشكله. اهم حاجه عندي مشكله يا شيف كريم، البوله دي ما يكونش فيها نقطه ميه، ما يكونش فيه ميه خالص، نقطه ميه تكون ناشفه. بوله، صينيه، فخار، تفاصيل اللي تحب تشتغل فيه براحتك، اللي عندك ما فيش مشكله، كده كده ندخله فرن، بس اهم حاجه ما يكونش فيها نقطه ميه. التفاصيل دي مهمه جدا، دي اهم حاجه. تمام. لما ننزله كده بشويه فانيليا، اي فانيليا عندك طبعا. تمام. بندي نقطه فانيليا ده عشان اسانسر ما بينفعش ادي منه كتير. تدي نفس حاجه دي كده هتعمل معايا اللي انا عايزه. تمام. في ناس بقى بتضيف مستيكه، منكهات ثانيه اللي هم عايزينه، طبعا اللي انت عايزه طبعا. لكن الفانيليا ده اللي هو البيزك او الاساس بتاع الرز. طبعا. الله ينور يا شيخ. بص القوام بقى عامل ازاي يا شيخ كريم. ايوه. بص القوام. ايوه. الدنيا اختلفت خالص. حلو قوي. هنصب في البول بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. ده كلام محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام عامل ازاي يا جماعه؟ لازم يوصل للقوام دوت، نسيبه على النار لحد ما يربط معانا ويبقى كده. الله ينور يا شيف. سلام. قشطه. بعد كده نعمل له حمام بخار. هنحط في الصينيه ديت ميه كاننا بنسوي كريم كراميل، بس بنسخن الفرن كويس جدا على درجه حراره 200 180، ونبدا ندخله في الفرن. هنوريكم برضك، تعالوا معانا. يلا بينا. هنا بقى يا جماعه العظمه كلها زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجراتان وبصوا الوش عامل ازاي، روعه الروعه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تسلم ايديك. شوف اللمعه بقى والجراتان. بص الوش المحروق ده، هو ده الدلع كله. مندوب اول يا وريني. ايوه. بص بقى، بص الكريمه، بص القوام عامل ازاي. يا ويلي. حبه حروقه. ايوه.